السلام عليكم، أهلا بحضرتك. من فترة كده نزلت سؤال على صفحتي على الفيسبوك وعلى بعض جروبات الإدارة الكبيرة على الفيسبوك، زي جروب عيادة الشركات الخاص بدكتور إيهاب مسلم وجروب اعمل بيزنس الخاص بالمهندس محمد الباز. وكنت حابب آخد رأي الجمهور الخاص بهذه الجروبات، وخاصة إنها جروبات كبيرة في الإدارة وفيها متخصصين كتير بيتكلموا باستمرار عن الإدارة وعن التسويق وعن إزاي ندير المشروعات، وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والسؤال كان بسيط جدًا، كان بيتكلم عن رأي الناس في إيه أهم حاجة أنت محتاج تعملها علشان المشروع بتاعك ينجح. والحقيقة كان في إجابات متنوعة وكتيرة وعجبتني الصراحة. كان أغلبها بيتكلم عن إن إحنا محتاجين نتقي الله في شغلنا علشان مشروعنا ينجح، والبعض الآخر كان بيتكلم عن أهمية الصبر والاستمرارية في العمل، لإن طبعًا زي ما إحنا عارفين المشروع مش بينجح في يوم وليلة. والبعض الآخر اتكلم عن أهمية الضمير في العمل، والبعض الآخر اتكلم من منظور إداري عن أهمية الإدارة وأهمية إن إحنا نكون بنشتغل إدارة صح، وأهمية التسويق. وفي بعض التعليقات برضو اتكلمت عن إنه هو مش منظور واحد، هي مجموعة من الحاجات اللي إحنا المفروض نعملها علشان المشروع ينجح. والحقيقة هو فعلا مش حاجة واحدة أنت بتعملها علشان مشروعك ينجح، لا، هو أي مشروع معروف إن هو بيحتاج منك مجهود بشكل كبير، بيحتاج منك وقت، ومحتاج توليفة كده من مجموعة من الحاجات لازم أنت تكون ملم بيها علشان مشروعك يكتب له النجاح والتوفيق بإذن الله تعالى. علشان كده في الفيديو ده احنا هنحاول نقول الإطار العام والأساسيات اللي نضمن بيها أو نقلل بيها من المخاطرة علشان مشروعنا ينجح بإذن الله تعالى. والحقيقة إن في 3 محاور رئيسية المفروض أي مشروع أو أي صاحب مشروع يكون ملم بيهم في تنفيذه لمشروعه، سواء كان مشروع جديد أو مشروع قائم بالفعل يحتاج إنه ينمو ويكبر معانا. أول محور معانا هو الوضوح الاستراتيجي. لازم يكون عندنا هدف واضح واستراتيجية واضحة نقدر من خلالها نوصل للهدف ده. لازم نبقى احنا عارفين احنا رايحين فين وليه، وده يجي من خلال ان يكون عندي رؤية واضحة للمشروع بتاعي، ويكون عندي خطة تنفيذية واقعية قابلة للتنفيذ. ما نجيش يبقى الخطة بتاعتنا متوقعة ان احنا هنغطي تكاليفنا من اول 3 شهور. معروف انك عشان توصل لنقطة التعادل المالي انت محتاج ما لا يقل عن 6 شهور. ال6 شهور دول انت لازم يكون عندك خطة، انت عارف هتغطي مصاريفك في ال6 شهور دول ازاي. بعدها تبدأ تحصل الربحية. لازم يكون عندي خطة واضحة تسويقية، أنا عارف هجيب عملائي إزاي. اللي بيبدأ مشروعه من غير خطة واضحة ده بيكون مجرد رد فعل، كل قراراته مبنية على رد الفعل في السوق، وبالتالي دايما هو متأخر، وبالتالي دايما في ناس سابقينه. لازم يكون عندك خطة استراتيجية وهدف استراتيجي انت عايز توصل له علشان تبقى سابق سوقك بخطوة. المحور الثاني هو الإدارة الاحترافية. زي ما ناس كتير اتكلمت وعلقت عن أهمية الإدارة، دي حقيقة جدا إن الإدارة مهمة. وعلشان أقدر أدير مشروع لازم تبقى عارف، وخاصة الناس اللي هي بتبقى خارجة من وظيفة وبتعمل المشروع الخاص بيها، إن إدارة الوظيفة أو حتى إدارة من الإدارات داخل مشروع ما يختلف عن إدارة بيزنس بشكل كامل. علشان ادير بيزنس يعني انا محتاج يكون عندي خلفيه في التسويق، وعندي خلفيه في المبيعات، وعندي خلفيه في التشغيل، وخلفيه في المشتريات، وخلفيه في الحسابات. لكن هو طبيعي ما فيش حد عنده خلفيه عن كل هذه المواضيع، لكن لازم تبقى عارف ان مشروعك هو التوليفه دي كلها، مجموعه من الحاجات انت المفروض بتعملها او بتديرها. علشان كده لازم تكون مؤهل قبل ما تبدا مشروعك. وحاول يكون عندك مهاره التفويض. مش كل حاجة هنتعلمها ومش كل حاجة نقدر نعملها. في البداية حاول انك انت تعمل الحاجات اللي انت بتعرف تعملها وتديها مجهودك كله. والحاجات اللي ما عندكش خلفية عنها قوي حاول توفر لها حد متخصص. طبق قاعدة 20-80 في النقطة دي، في نقطة التفويض وفي نقطة الإدارات المختلفة. لكن مهم ان الحاجة اللي تعملها لازم تكون بتعرف تعملها كويس. خليك عارف ان المشروع الناجح
مش هو اللي فكرته حلوة، لكن هو اللي عنده إدارة مالية وتسويقية وتشغيلية منضبطة. يعني عنده أرقام واضحة، مهام تشغيلية محددة بدقة، عنده متابعة بشكل مستمر، وعنده آليات للتطوير. المحور الثالث واللي بيغيب عن كتير من أصحاب المشروعات هو فكرة الثقافة التنظيمية. بيئة العمل بتفرق بشكل كبير. في بيئة عمل بتكون ناجحة، بيئة عمل بتتقي الله، بيئة عمل طموحة، بيئة عمل كل اللي شغالين فيها بيراعوا العميل وبيهتموا بيه بشكل كبير. وفي بيئة عمل تانية بتبقى محبطة بشكل كبير، عندها مشاكل كتير، دايما فريق العمل حاسس ان عليه ضغوطات وان في مشاكل. والحقيقة لازم يكون عندك البيئة الأولى، بيئة العمل الناجحة. الثقافة التنظيمية دورك كصاحب المشروع أو كمدير للمشروع بتاعك، لازم تزرع هذه البيئة داخل كل موظف عندك. أي حد عندك في بيئة العمل محبط أو دايما بيتكلم بشكل سلبي أو إنه هو ما بيتقيش الله أو إنه هو بيعمل شغل فهلوة، اخرجه من بيئة العمل الخاصة بيك بسرعة. لازم عندك ثقافة واضحة تضمن لك بيئة عمل ناجحة، ومن خلال هذه بيئة العمل هتضمن النجاح. وفكر دايما في انك تطور فريقك وفريق عملك، ما تبخلش عليهم بالمعلومة، ما تقولش انا هعلمه النهاردة فهيسيبني ويمشي ابقى انا خسرت تعليمه. تكلفة ان هو ما يتعلمش اكبر بكتير من انك انت تصرف عليه ويتعلم ويمشي، لان في الاخر انت مش بتعلم واحد. والتعليم دلوقتي مش صعب، تطوير فريقك الموضوع دلوقتي الانترنت والاونلاين خلى الموضوع ابسط من كده بكتير، ومتوفر كتير يقدروا يدربوا لك فريقك. يبقى دول 3 محاور رئيسية مهمين يكونوا متواجدين معانا علشان نضمن نجاح المشروع بتاعنا. زي ما قلنا لازم يكون عندنا هدف واضح واستراتيجية واضحة. النقطة الثانية لازم يكون عندنا القدرة على الإدارة بشكل منظم ودقيق. والمحور الثالث هي فكرة الثقافة التنظيمية أو بيئة العمل التي تساعد على النجاح. الخلاصة، لو أنت لسه بتبدأ مشروعك أو عايز مشروعك ينجح، امشي على ال5 خطوات اللي هقولهم لك دلوقتي. أول خطوة، اكتب الرؤية بتاعتك والهدف بتاعك بشكل واضح. حدد بالظبط انت عايز في خلال سنة توصل لإيه، في خلال 3 سنين توصل لإيه. يبقى هدف يكون واضح. النقطة التانية، اعمل الخطة اللي توصلني للهدف ده، بس خليك واقعي. خلي خطتك مش واحد يعمل لك خطة شكلها حلو وكلامها منسق بس غير قابلة للتنفيذ. مش خطة نحطها في الدرج، خطة واضحة توصلنا للهدف. ولو جيت اعمل الخطة وما وصلتنيش للهدف يبقى الهدف نفسه غير واقعي. خلينا واضحين، هدف واقعي طموح بخطة تنفيذية قابلة للتنفيذ تقدر توصلنا للهدف بتاعنا. خطة يكون فيها جزء مالي، عارفين هنصرف ازاي ومصاريفنا بتمشي ازاي. خطة يبقى فيها جزء تسويقي، عارفين احنا هننجح ازاي، دارسين عملائنا كويس، عارفين مين عاملنا بالظبط، عارفين احنا هنتميز في السوق بايه، هنوصل لعاملنا ازاي، تسعيرنا ماشي ازاي. ويبقى فيها كل حاجة محددة وقابلة للقياس علشان نعرف احنا ماشيين في الاتجاه الصح ولا في مشكلة. النقطة الثالثة، اختار فريقك بعناية. الفريق اللي هينفذ الخطة دي واللي هيكون مناسب لبيئة العمل بتاعتنا. اوعى تختار على اساس المعارف او بالحب، اختار بعناية فائقة على اساس المهارة وعلى اساس الناس اللي عندها طموح انها تنفذ الكلام ده وعارفة تتطور علشان تطور المشروع بتاعك. النقطة الرابعة، ان يكون عندك نظام متابعة دقيق. لازم يبقى عندك KPIs لكل حاجة بتشتغلها في المشروع بتاعك. كل وظيفة، كل مهمة في الشغل لازم نبقى عارفين تقييمها، امتى تبقى لو اتعملت بالشكل ده ناجحة، ولو اتعملت بالشكل ده يبقى فيه تقصير. لازم تتابع كل موظف عندك أداؤه عامل ازاي، يبقى فيه نظام وتحليل دقيق، والتحليل الدقيق ده هيسمح لنا ان احنا نطور من نفسنا باستمرار. النقطة الخامسة، انك تزرع ثقافة الاحترام.
والضمير وتقوى الله في التعامل مع العملاء وفي التعامل معانا كموظفين وبيننا وبين بعض. ال5 نقاط دول سهلين جدًا لو إحنا اتبعناهم، أهم هاقولهم لك بالترتيب. أول حاجة يكون عندك هدف واستراتيجية، أنت عارف عايز تروح فين. النقطة اللي بعدها على طول الخطة اللي تحقق لي هذا الهدف. النقطة التالتة فريق العمل اللي هينفذ هذه الخطة. النقطة الرابعة إن أنا يكون عندي آلية للتقييم ولتحليل ولمكافأة أو مجازاة كل موظف من دول على أدائه لتنفيذ الخطة الموضوعة. النقطة الخامسة إن أنا أزرع ثقافة الاحترام وإن إحنا نتقي الله والتعامل بضمير مع بعض. ال5 نقط دول لو إحنا عملناهم واشتغلنا عليهم بجدية، أنا باضمن لك إن أنت بنسبة كبيرة هتحقق جزء كبير من الهدف أو الطموح اللي أنت عايز توصل له، ومن إن مشروعك ينجح بإذن الله. في النهاية إحنا بنحاول ناخد بالأسباب، لكن النجاح رزق. ما علينا إلا إن إحنا نسعى في الاتجاه الصحيح، نتقي الله، نعمل شغلنا بكفاءة وبجدية، ونتمنى لحضراتكم التوفيق والنجاح. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.